السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتي معكم لليوم اللحم بعجين، أكلة بيحبوها الكبار والصغار. رح أحضرها اليوم معكم بطريقة بسيطة وسهلة. هعطيكم كل الأسرار والتكات حتى تطلع معكم بنتيجة أفضل من الأفران. كيف بتطلع معكم العجينة طرية ونكهات التبلة متوازنة، كله حأكشفه بفيديو اليوم. خليكم معي خطوة بخطوة. قبل ما نبدأ، إذا كان أول مرة بتشوفوا قناتي فعلوا زر الجرس والتنبيهات ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا اللايك والمشاركة مع الأصدقاء. خلونا نبدأ ونقول بسم الله. بالبداية بدنا نحضر التبلة. بيلزمنا كيلو لحمة غنم مفروم ناعم، تلتين هبرة وتلت دهنة حتى يطلع معنا طعم زكي. نزلت عليهم 5 بصلات مبشورين ناعم، بإمكانكم فرمهن بمحضرة الطعام. صفيتهم من السوائل بشكل تام وبضيفهم بعد هيك على الحشوة. نزلت 6 حبات من الطماطم مبشورين أيضا ومصفاين، ضيف عليهم حبتين من الفلفل الأحمر وحبتين من الفلفل الأخضر. فرمتهم على محضرة الطعام وصفيتهم من السوائل أيضا. بحتاج لنص حزمة بقدونس ونص حزمة نعناع أخضر. خليت فقط الأوراق. اتخلصت من الأعواد بيعطوا طعم مرار بحشوة اللحم بعجين، نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها. ملاحظة تانية رح أضيفها بالنسبة للبقدونس والنعناع، إذا بدنا نضيفهم على اللحم بعجين فبدنا نفرمهم على السكين حصرا. بمحضرة الطعام أيضا بيعطوا طعم المرار. ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، بهار مشكل، فلفل أسود، ملح، ملعقتين كبار دبس فليفلة اللي هي الهريسة، ملعقتين كبار من معجون الطماطم. حركتهم بشكل جيد حتى يمتزجوا جميع المكونات. بنزلهم بوعاء نظيف، بغلفهم بستريتش غذائي، بحتفظ فيهم بالبراد على الأقل لمدة ساعتين، وفيكم تشتغلوا فيهم مباشرة. إذا تركتوهم بالبراد لمدة ساعتين أو ساعة حتى على الأقل حتى يتشربوا النكهات، تاخدوا نتيجة أفضل بالطعم. بالنسبة للعجينة بنحتاج 5 كوب مقاس من الطحين. بننخلهم بهذا الشكل على الجرامات بيطلعوا 600 جرام. بعد ما نخلتهم بضيف عليهم ملعقة كبيرة ممسوحة ملح، 5 ملاعق كبيرة من اللبن اللي هو الزبادي. فيكن تستثنوا الزبادي ما تضيفوها، اختياري، ولكن بتعطيكم طراوة فائقة ونتيجة رائعة لعجينة اللحم بعجين. مثل ما بنعرف عجينة اللحم بعجين تختلف عن عجينة الصفيحة. عجينة الصفيحة منضيف لها الخميرة، بينما عجينة اللحم بعجين ما منضيف لها الخميرة. اللبن رح يعطينا الطراوة اللي بتعوضنا عن الخميرة. بالنسبة للمي، كوب ونص لكوبين مي، وهذا بيرجع حسب استيعاب الطحين للسوائل. منضيف بالتدريج ومنعجن. وقت بتلم معي العجين بنزلها على الطاولة مع رشة طحين. بستمر بالعجن. أخذت معي مدة 10 دقايق حتى حصلت على القوام الناعم. بعد ما أخذت القوام الناعم بنزل 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي حتى ناعم فيهن العجينة وتساعدني بالفرد أثناء العمل. بستمر بالعجن حتى يختفي الزيت. بضغط عليها. إذا رجعت هيك العجين معناتها أخذ كفايتها من العجن والعجين تمام. رشيت بوعاء نظيف طحين، بغطيها بنايلون غذائي وفوطة، بتركها ترتاح لمدة نص ساعة حتى ما تعذبنا أثناء العمل. بصينية على جنب رشيت طحين وببدأ بقطع العجين بهذا الشكل. حجم القطعة أكبر من حبة الجوز بشي بسيط هيك تمام. وإذا عندكم ميزان أفضل، وزن القطعة 30 جرام، هيك بتطلع حجمها كتير مرتب. أو بإمكانكم تقسموا العجينة لأربع أقسام وتعملوها على شكل رول، تقطعوها مثل ما موضح بالفيديو. أيضا طريقة سهلة وبتحصلوا على قطع متساوية. حاولوا تكوروها بشكل جيد. كملت تكوير باقي كمية العجينة، غطيتهم بفوطة نظيفة وبتركهم يرتاحوا لمدة ربع ساعة لنص ساعة حتى يسهل علينا الفرد أثناء العمل. بعد ربع ساعة رشيت طحين وببدأ بفرد كرات العجين مثل ما موضح بالفيديو. بضغط عليهم بالبداية ضغطات خفيفة على كل وجه حتى ياخدوا طحين من الوجهين، وبتركهم حتى يرتاحوا لمدة دقيقة. بعد هيك ببدأ بالفرد.
حاولوا قدر الإمكان يطلع معكم الشكل دائري، أو بإمكانكم تستعينوا بالصحن حتى تطالعوا الشكل الدائري. لاحظوا قديش رقيقة بتنفضوا من عنها الطحين، نقطة كتير مهمة حتى ما يعطي شكل الحرق وتطلع قطعة اللحم بعجين نظيفة ومرتبة مثل الأفران. بكمل باقي الكمية، بعد ما أفردهم ضروري غطيهم بفوطة نظيفة حتى ما ينشفوا. بعد ما انتهيت من فرد كامل كمية العجين ببدأ بعبي اللحمة عليها. بإمكانكم استخدام طبق ترشوا فيه رشة طحين بسيطة أو ورق الزبدة. وقت بدكم تفردوا اللحمة على العجين بإمكانكم استخدام ملعقة أو بإيدكم، وأكيد بإيدكم أفضل حتى تثبت اللحمة على العجين. قدر الإمكان حاولوا يطلع شكل القرص مرتب. الشوي حيكون على مقلاية غير لاصقة حامية على نار متوسطة. نزلت قطعة اللحم بعجين بالمقلاية، بغطيها حتى من البخار تنضج اللحمة. بعد مرور دقيقة ونص تقريبا هيك بيكون نضجت عندي قطعة اللحم بعجين. رفعت الغطا وتركتها حتى تجف من السوائل، وهيك بيكون صارت عندي جاهزة. لاحظوا السفل لونه ولا أجمل، ما شاء الله نتيجة خيالية مثل الأفران وأفضل. الريحة ما شاء الله بتشهي القلب. رفعتها على صينية بدون ما غطيه ولا بأي شيء، مجرد ما تبرد رح ترجع طرية. كمل باقي الكمية بنفس الطريقة. وهلأ بعد ما انتهيت ما شاء الله طالعت لي كمية وفيرة تتقدم مع الخضار والعيران ودبس الرمان عصرة ليمون ولا أشهى. إذا حبيتوا تقدموها على شكل ساندويتش فرح تكون كتير لذيذة مع تشكيلة خضار وعصرة ليمون ودبس رمان ولا ألذ. جربوها إن شاء الله رح تنال إعجابكم. طراوة فائقة بكمية وفيرة وطريقة احترافية. هلأ فيكن تقولوا وداعا للجاهز، نتيجة ولا أروع. النتيجة ولا غلطة. إذا وصلتوا معي لهون ما تنسوني من لايك والمشاركة مع الأصدقاء. اللايك كتير مهم حتى استمر. إذا أول مرة بتشوفوا قناتي فعلوا زر الجرس والتنبيهات ليوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. شكرا لحسن المتابعة. بالعافية.